البنت تقرا هي وحده السادس. حاليا كاين واحد المشكل، هو لا الدراري بغاو يتزوجوا ولا البنات بغاو يتزوجوا. قال لك ياك ما شاف الزواج داخلين الشناقه. من الاغلاط اللي كيداروا هو الانسان ما كيشوفش الاسره قبل من الزوجه او الزوج. من شروط الزواج هي التأبيد. شنو هو التأبيد؟ هو نعيش معاك توغيذر فور ايفر اندبندنت وومن. هو الاستقلاليه. الانسان نو ديبون با دو لوتر. لي زامي مرحبا بكم، مرحبا بيا معاكم في هذه الرمضانيات والاجواء الزويونه واللي صراحه فيها بزاف ديال السكينه وفيها بزاف ديال الاجر وفيها بزاف. المهم غندوي في واحد السوجي اللي غيكون الزواج. وشحال خايبه انك دوي في شي حاجه وانت ما دايرهاش. المهم انا ما مزوجش، ولكن غندوي في هذه الحاجه غير حيت بدات شويه الاكسبيريونس من خلال صحابنا اللي كيدويو معنا، من خلال داكشي اللي كنشوفو، من خلال داكشي اللي كنعيشو مع الناس اللي كيعيشوه. حاليا كاين واحد المشكل، هو لا الدراري بغاو يتزوجوا ولا البنات بغاو يتزوجوا. خلا حتى في واحد ستوري قال لك ياك ما شاف الزواج داخلين الشناقه، اش حتى ما بقى زواج. كلشي ولا خايف من الزواج. وصراحه انا دابا كنشوف مزيان، كنشوف صحابي كيفاش كيفكروا، الدريات اللي كنعرف كيفاش كيفكروا، وكنحاول نحلل ونناقش. كنقول هذا الشيء خاصو اناليزيه مزيان. وبيناتنا منين كان اناليزي ولات واحد الظاهره. غنبدا بالبنات. ولات واحد الظاهره اللي دابا راه خدامين عليها سنين، دابا كيعجنوا فيها وكيقادوا فيها باش يخرجوا منا داكشي اللي بغاو يخرجوا كيف ما بغاو. هي هذيك لانديبوندونس. بنت كتقولك انا انديبوندونت، اندبندنت وومن. انا ما نقولك لا ضد لا مع، ما غنقولك هما شنو دابا خدامين كيفرتكوا في المجتمع بهاد العقليه اللي غادا كتدخل، وهذه عقليه غربيه. اتونسيون، علاش غنقولك انا عندي موقف من هاد الكلمه؟ لان شنو هو لانديبوندونس؟ هو الاستقلاليه. ملي كنقولك انسان مستقل هو انسان نو ديبون با دو لوتر. انسان ما عندوش لاش يتسنى الاخر ياخذ منه ولا يعطيه ولا يكون عايش معاه ولا شي حاجه. لا، كيقول انسان مستقل قاد براسو ماديا معنويا جنسيا، كل شيء قادو براسو. باش نشرح لك شنو هي لانديبوندونس ديال بصح، لا بغينا ناخذوه في المسار الصحيح. فبنت كتقول لك انا انديبوندونت ما محتاجه حتى شي واحد. هذا مشكل. هذا كريا بزاف ديال المسائل اللي خلاو انه ولاو حساسيات ولاو حزازات، ولات البنت بكثرت ما كتقول انا انديبوندونت ما بقاتش كتقلب على شريك حياه. صافي كتقول لك انا خدامه، عندي طوموبيلتي، عندي داري، عندي اش غندير بهذا الانسان. هنا نقدر نسميها مزيان الانسان، مزيان البنت توصل لهذا النيفو. وي انا ماشي مع داك اللي كيقول البنت تقرا هي وحده السادس. نو، تقرا مزيان، واختي كنقول لها قراي وكوني مزيان، وهذا بالعكس توصل لاعلى مستوى. ف المشكل فين كيولي؟ في انها صافي كتقول لك انا ما بقيتش باغيه حتى شي واحد، هذا الواحد هذا ما مسلكنيش، فهمتي؟ انا عايشه مع راسي، عايشه بخير هذا. وصافي ما كتبقاش تقلب كاع، ما بقات كتقلب على حتى شي واحد، ما تبقى تبغي حتى شي واحد. وميم غيولي يطراو دي بتي سوسي اللي عندهم حلول، غتقول لك انا ما باغاش نحمق راسي، انا كنت راسي بخير. لان بنادم كيقول لك قبل الزواج كنت بخير، ما تزوجش ما بقيتش بخير. هو راه ما بين الزواج وبعد الزواج راه غتكون بخير، حتى الدري كيكون بخير، الامور بخير. ولكن راه بزاف ديال الامور كتبدل وكتغير، امور كثيره كتبدل وكتغير، كيكون شونجمون غاديكال. لان قبل كنتي تخرج مع الدراري زوفري وقت ما بغيتي، البنت تخرج فين ما بغات وقت ما بغات، ولكن كيتشونج هذاك لو ريتم، لو سيستيم كيتبدل. الانسان خصو بعدا يكون مستعد نفسيا على هذا التغيير اللي غيطرا، لانه كيطرا تغيير جذري، كيطرا تغيير اللي صعيب بزاف. هذا هو اللي خص الانسان يعرف، وهذا الشيء اللي خص الانسان يخدم عليه بعدا. الحاجه الثانيه اللي غنذكرها هي دابا نرجعوا شويه للدراري، حنا تكينا شويه على البنات. ويسحبني بنادم من هذوك النوع اللي معقد، وانا بالعكس انا من النوع اللي منفتح بزاف. الا رجعنا دوينا على الدراري، هو ما بقاوش الرجال. واخا انا من الرجال، ولكن ما بقاوش الرجال. هذا اللي كيقول البنت اجي نعرف شحال عندك في الصالير ديالك، ماشي راجل. لان البنت ولو تكون مليارديره عندها الفلوس اللي تحرق ما يتم بالتعبير المجازي، ما خصكش تعرف شنو عندها واش كتشد وامتى غتخلص وهذا وشنو عندها والحديده اللي عندها. لان الدراري راه ولاو كيسولوا على بعض الامور اللي نورمالمون الا سولت عليهم البنت جاو معاها.
ولاو الدراري كيسولوا عليهم، وصراحه كيضرب في الخاطر هاد القضيه هادي. حاجه واحده اخرى، الوقت سهلت، كيقول لك لا سهلت صعابت. الوقت سهلت، الدراري لقاو انه كيقول لك انا عوض نتونجاجا كندوز وقيت مع بنيته شادين السون بلا ما نسمي الاسماء، لان كيقول لك شرح الواضحات من المفضحات، الحياه بخير. وهادشي لا الدراري لا البنات كونوا واضحين، مابقاوش نسميو غربال. منين وقع هاد القضيه ديال السهوليه، صافي بنادم تيقول لك انا ما على باليش، انا يا عايش الحياه انا هذا. وهنا غادي نرجعوا، منين كيوقع شي مشكل شنو كيطرا؟ ما كيبقاش بنادم يقلب على الحل، ما كيبقاش بنادم يقلب على الحل. هذا هو اللي كيضر في الخاطر، انه المشاكل كطرا، المشاكل ضروري ما غادي تطرا، ولكن بنادم ما كيقلبش على لا سوليسيون. وشحال هادي شنو اللي كان خلى والدينا كاملين بعضياتهم كانوا كيقلبوا على حلول. علاش؟ لان ما كاينش البديل، كتقول لك هذاك زماني وهو كيقول لك هذيك مرتي ودم بقلبي. فالمشكل هو الحلول ما بقاش بنادم تيقلب عليها، بسبب ان توفروا بعض الامور، بسبب ان الايديولوجيا ديالنا خدامين تيغيروا فيها. انا اختي زعما دي نصيحه، هذيك لانديبوندونس اللي بنادم بغى يعيشها كسميه غلط كبير، غلط كبير. وي انا كنقول لك المراه خصها تقرا تخدم دير اللي عليها، ما تخليش راسها تحك على واحد، لان حتى الرجال ما يسواوش، يقدر غدا بغدا يقلب عليك وجهه. هذا الا كان هو مصدر الرزق ديالك واخا الرزاق والله سبحانه وتعالى، راه يطرا شي حاجه غيبدا يمنع لك. وهذا وكاينين هاد اللي مرض نفسيين، لا نبغيك تكوني قاده براسك ضابطه امورك، ولكن المصطلح ما تخليش يطغى على الافكار ديالك. ما تخليش تقولي انا راه قاده غير براسي ونعيش مع راسي، نو. اللي انت لا الراجل، انا حيت ما كنسمعش اندبندنت مان، كنسمع اندبندنت وومن، داكشي علاش دويت عليها. حتى الراجل منين غيقول لي انا قادر نعيش الاستقلاليه ديالي لراسي، اسمح لي هذاك مشكل كبير. هذاك من اكبر المشاكل اللي يقدر الانسان كيكون كيعيش، لان منين تخلقنا النهار الاول سيدي ربي خلق ابونا ادم وامنا حواء، تخلقوا بجوجهم. منين تخلقوا بجوجهم من تما بدات الذريه، من تما جاو وليداتهم ووليدات وليداتهم توصلنا حنا ومازال الامه غاده. دونك ما كانش سيدي ربي خلق ابونا ادم راسو وصافي خلاه راسو كيتزاوج مع راسو وعايش مع راسو، نو. ماشي هادشي اللي كان. اللي كان هو خلق من الداد ديالو على حسب ما يروى، خرجت امنا حواء باش يتعايشوا، باش يتزاوجوا، باش يكملوا حياتهم. الوغ المنطق ديال الحياه هو حنا تخلقنا باش نتعايشوا مع بعضياتنا، تخلقنا باش نكملوا بعضياتنا، تخلقنا باش نختاروا لا بون بيرسون. لان لما اختاريتيش لا بون بيرسون غادي تاكلي انت العصا وهو غياكل العصا. وهذا هو الغلط اللي كيديروا بزاف ديال الناس، غير كيبقى غير غادي ما كيعرفش راسو معامل، وهي كتبقى غاديه وما كتعرفش راسو معامل. واتونسيون منين كتكون كتعرف ولا كتعرفي على واحد الانسان، لي ريد فلاغز، الرايات الحمراء، منين تبان لك شي حاجه اللي ما كتمشيش مع لي برينسيپ ديالك، شي حاجه اللي ما كتمشيش مع انت ولا انت كيفاش دايره، رجع اللور، لان ديك الطريق ما مسلكاكش. راه ما يمكنش شي حاجه ما مسلكاكش وانت غادي مازال كتحفر فيها، لا ما مسلكانيش. شي حاجه اللي ما كتمشيش مع البرينسيپ ديالي ما تخليش العاطفه انها تغلب عليك، لان العاطفه خرجت على بزاف ديال الناس، العاطفه تلفت بزاف ديال الناس، خربقات بزاف ديال الناس. كتبقى غادي مع العاطفه ديالك، وفي نهايه المطاف كتلقى راسك لا ميزير، كتعيش المأساة وكتعيش العذاب وكتعيش الفقر وكتعيش، كتولي ضحيه، ودور الضحيه كيتلعب عليك وكيتسقط عليك. هذا هو المشكل. دونك الانسان خدم هذا ريزوني مزيان وما يزربش، لان بزاف ديال الناس كيزربوا. مثلا كيبغي يدخل في شي انغاجمون، السلام السلام تيقول لك مزيانه ليا، نو. تسنى، خذ الوقت ديالك انت وهو، منين تكون يلا خدام كتبيلدي هذيك الريلاسيون، مرحله البناء او لا كونستركسيون، بني اكثر ما انك تعلق ولا تعلقي. ما نقولش لك ما تعلقيش، لان او تعلق، لان الانسان العاطفه هي اللي كتخلي تكبر هذيك العلاقه اللي بيناتكم، ولكن من الضروري ان الانسان مرحله البناء يكونوا لي بيلي صحاح. ومن الاغلاط اللي كيداروا هو الانسان ما كيشوفش الاسره قبل من الزوجه او الزوج، لان هذاك اللي غتزوجي به ولا اللي غتزوج بها، شوف عائلتها ولونطوغاج فين كابره، المحيط ديالها كيفاش داير. الا كان مثلا والديه سوا خايبين سوا هو خايب مع والديه، راه ما عندك ما ديري به. غتقول لي لا غنسدوا بابنا ونعيشوا لراسنا، لا
والله سيدي ما غتعيشوا لراسكم، اقسم بالله. وتقالت وياما تقالت وما ما كتابليكاش، ما كتابليكاش، لان صعيب انك ما تامباكتاش بناس، لان انت او انت ما كتزوجش بالفرد، راه كتزوج بالعائله. راه كتبداو تحضروا مثلا الاعياد، كتحضروا المناسبات، كتحضر. وإلا ما كانش داكشي مبني على الصح، ولا ما كانتش الاسره مزيانه، راه يهرسوك. شحال من جوج ديال الناس كانوا ملاقين بخير. شكون السبب ديال انها تفردقات العلاقه؟ هي الاسره. هما هذيك العائله، الام والاب والخوت، وهذا جاو بداو كيهبشوا لهذوك الجوج، هرسوهم، طلقوهم، دمروهم ودمروا عائله اللي فيها وليدات. واش فهمتي؟ دونك انت او انت ماشي تجي السلام عليكم عجبني تبارك الله زوين خدام مزيان زوينه بخير يا سلام ديال الدار اوكي، انت ديال الخدمه تجيب هذا تفاهمتوا توكل على الله. لا، راه الا ما كانش هو مرضي والديه ومزيان مع والديه، وهي انسانه متخلقه وماشي كتخسر الهضره وكتسب وعلى والو كتنوض الصداع، وفي الخصام الانسان يشوف الانسان في الخصام. راه ملي كنكونوا ضاحكين كنا خوت وحباب، ولكن ملي كنتخاصموا تما فين كتعرف اللي صليب واللي الاصل ديالو زوين. منين تخاصم الانسان تما بارفوا كيوقعوا دي بروبليم، لان العشره وهذا كتشوف منين يوقعوا بعض المشاكل. خود من تما الموقف ديالك، قول واش هاد الانسان او الانسانه بنت الناس او ولد الناس؟ واش انسان اللي كيعفط على ليغو ديالو تيقول لا سا سفي با، لا انا خصني ناخذ ريكول هنا، لا ما خصنيش نقول هذه الكلمه، ما خصني. كاين اللي مثلا هو بخير معاك وما كتعرف فيه انه كيسب الدين والرب وكل شيء، حتى كيوقع شي بلان عاد كتعرفيه. ولا مشيتي انت مثلا تزوجتي به وما عرفتيش هاد الامور قبل، كتصدمي وكتقولي ماشي ديالي. علاش؟ لان الانسان تما ما دبرش الامور ديالو وما شافش لي ريد فلاكس. علاش كنقول انا مع راسي زعما دي نصيحه ليا قبل اي واحد، والانسان دائما يشوف الرايات الحمراء والحوايج اللي ما عمر انه يتفك عليهم ما خصوش يخليهم. يشوف الاسره، يشوف المحيط، يشوف العقليه والايديولوجيه وطريقه التفكير ديال لا بيرسون. راه شحال من جوج الناس ما تفاهموش بسبب انهم تحابوا في كل شيء، ولكن طريقه التفكير والهدف اللي باغي يوصل ليه كل واحد فيهم ماشي فحال راهم فاهمين في كل شيء، ما عمرهم غيتلاقاو. لان كيقول لك اللي ما باغيش يوصل معايا لواحد التارجت واحد الهدف، ما عندي ما ندير به، ما عندي ما ندير به، لان غي ابسوربي مني الانرجي ديالي. نعطيك مثال، بنت كتريني كدير سبور بليا بلا صال، ربي بلا بلا صال، اللهم لك الحمد احسن بليا. هاد الدريه مسكينه كتجي عند هذاك الانسان وكتقول ليه يلا نمشيو نترينيو افلان، اش بغينا بلونطريما ونمشيو تاني العياد تماره نريحو نتفرجوا في سيري نتفليكس، وهادشي كيطرا. فهذيك الانسانه غتحس براسها بحال شي حجره واقفه على قلبها، لان داك الشيء اللي كتلقى فيه لو بليزير ما كيلقاش فيه هو لو بليزير، وداك الشيء اللي هو كيلقى فيه لو بليزير هي ما كتلقاش فيه لو بليزير. ومشكل كبير كيولي تخابط الافكار وكله كيلغي بالغاب. نعاودو نرجعو لنقطه واحده اخرى ابار لا فامي وداك الشيء، هما لي سونتر دانتيري. خاص يكونوا بزاف ديال لي سونتر دانتيري باش الحياه تكون زوينه. بجوجكم كيعجبكم ديروا الرياضه، بجوجكم كيعجبكم تفرجوا في المسرح، بجوجكم كيعجبكم واحد السيل ديال الموسيقى مثلا، وشي حوايج هو كيعجبو ب 100%، انت كتعجبو ب 50%، كيبدا تجر عندك مثلا وهي كتبدا تجرك عندها، وغاديه الامور بحال ما هكذا كتكبر. فهمتي البلان كيفاش داير؟ حيت لي سونتر دانتيري مهمين. راه مشى الزمان ديال عجباتني عجبتها السلام عليكم الو هز العزبه من الدار، راه رصاص في با. انا هادشي تنقولو يا ربي نتوفق فيه، لان هادي الاستراتيجي اللي في دماغي باغي نمشي عليها وهي اللي كتبان لي منطقيه. وعاد الانسان يدعي الله سبحانه وتعالى ويوفقه وما يبقاش هذيك الحساسيات بيناتنا. نسبه الطلاق كتشوفوا بها دابا كبيره بزاف، ما يمكنش زعما كتخلع. الانسان يمشي بالنيه ديال التأبيد، لان من شروط الزواج هي التأبيد. شنو هو التأبيد؟ هو نعيش معاك توغيذر فور ايفر، نعيش معاك الى الابد. ماشي يمشي بالنيه ديال واي طرا ادنى مشكل الله يعاون، وراه ساهل الله يعاون. انت ما كتسحب راسك ولا كتسحبي راسك مصاحبه، راك داخل في بروجي ديال الحياه معلم. وكيقول لك راه كاع البيبان واقفين عليها الناس سلبها بالصبر. الانسان يصبر، بعض الامور الانسان كتجيو صعيبه وبعض الامور ما كيقدرش عليها. وما نمشيوش مع القضيه ديال لي ريزو سوسيو، لان لي فام كيضغطوا بزاف حتى الرجال.
هادي مشات سافرات لبالي، هذا مشى هنايا، هذا مشى هنايا. الرخاف اصاحبي، لان الا بغيتي تبني واحد المجتمع وتبني واحد العائله كيكونوا دي ساكريفيس، تضحيات، كيكونوا صبر، كيكون شي حوايج خصني نديرهم ديك الساعه، مي سي با لو بون مومون، وخصني نكبل راسي ونقول لا ماشي هو الوقت المناسب باش غدار، لان لا دارت دابا ما غتصدقش. وكيعجبني واحد المثله كنقولها ديما: ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال حان اوانه، وليس كل ما حان اوانه حضر رجاله. ماشي اي حاجه تقالت خصها الدار. راه لربما ان خصنا نديرو التسافيره مفرقعه في هذا العام، ولكن سي با لو بون مومون. عندنا اولويات وحدين اخرين، وبنادم يعيش ببيراميد ماسلو. اش تيقول لك لاباز عندك فيها الاساسيات. واش انت عايش الاساسيات بعدا؟ واش كتقدر تشري مطيشه؟ واش كتقدر تشري الماكله ديالك؟ واش كتقدر تشري اللحم؟ واش الكرا ديالك، البلاصه فين غادي تسكن؟ عاد ديك الساعه دوي لي على الكماليات، دوي لي على التسافيرات، دوي لي على هذا. ما كيعنيش ما تسافرش، ما كيعني في اللحظه اللي انت عايشها واش عايش بعد الاساسيات، عاد دوز الامور اللي هي تكميليه. هادشي صراحه انا كيبان ليا كنظره ومنظور ديالي. تبارك الله عليكم، راكم عزاز وغالي.